علاش شاريه بالثمن؟ انا بانيه بالبلان، علاش هادشي علاش؟ دابا حنا الثمن باش خدينا في 1986 ما خديناش ب 100 درهم اللي عطينا في 2025. دابا جاي عاطين 100 درهم. هضروا دابا الوكاله. السلام عليكم. حنا اليوم جينا باش نحتجوا على الوكاله اللي مازال ما عوضاتناش في الاراضي ديالنا وبدات في الاشغال، حتى الثمن هزيل جدا. واش باقي شي ارض دابا كتساوي 100 درهم ولا 80 درهم؟ حنا كنطالبوا بتعويض عادل اللي من حقنا. واش باقي دابا شي في الوقت 2025 كتعوض الارض ب 80 درهم ولا 100 درهم؟ ومادام اننا ما تعوضناش والوكاله قايمه بالاشغال حاليا كما كتشوفوا برافو هنايا لان الوكاله باقي ما عطاتناش الثمن ديال الارض، واحد الثمن اللي صراحه غير مناسب. وثاني حاجه باقي ما خرجش حتى الحكم النهائي باش هي ديال الاشغال ديالنا، ماشي من حقها ان ديال الاشغال حنايا ما خديناش فلوسنا وما تفاهمناش على الثمن اللي غير بينا حنا وغير بها ثاني. هذه من جهه. من جهه ثانيه كاين المشكل ديال هاد الناس اللي تم الترحيل ديالهم اللي تقولوا حق الاستفاده. في اطار الاستفاده. السلام عليكم. احنا هذا النهار هذا مجموعين مع الامهات والابناء والاباء بالنسبه لهذا، على حساب ان الوكاله دخلت لنا كما كتشوفوا، دخلت لنا الاراضي ديالنا كدير الاشغال ديالها، وحنايا لحد الان باقي ما تعوضناش، ما خديناش الامور ديالنا. وبالنسبه للتعويض اللي خرجوا لنا 80 درهم ولا 100 درهم، وهاد الامه ديال الناس اللي كلها كتسنى ان هذا التعويض تقدر تبني به ولو بيت وكوزينه وتستمر الحياه. ولكن للاسف واش باقي حنا في 2025 كاين شي عقار ب 100 درهم ولا 80 درهم ما عندها ما دير لينا. والسلام عليكم. وكنتمناو من الله وصاحب الجلاله يشوف في هذا الامر ديالنا ويقف معنا ويعاون هذه الامه وهاد الناس اللي مقهوره ومضروره، والله يدير شي تاويل في الخير. الله اكبر. وعاش الملك. عاش الملك. عاش الملك. عاش الملك.